وهي دي الحياة اللي انت عايزة تعيشيها؟ والله احنا من ساعة ما اتطلقنا أنا ما اتدخلتش في حياتك ولا في شكل حياتك اللي أنت عايز تعيشها. اشمعنى دلوقتي أنت جاي تخطط لي مستقبلي على مزاجك؟ بس أنا مش متخيل إنك ممكن تتجوزي حد تاني. يعني لو ما كانش في حد تاني هتجوزه ما كنتش جيت جري دلوقتي على ما لوشك تشوفني أنا والعيال؟ لا مش حقيقي يا ياسمين. أنا بحبك. مش حقيقي أدهم، مش حقيقي إن أنت بتحبني. أنت بس مستخسرني. أنت مش عايزني أتجوز حد تاني وابتدي معاه حياة وأعمل معاه اللي أنت رفضت تعمله معايا. لا، أنا مش جاي علشان كده. أنا فعلا مستخسر العلاقة اللي بيني وبينك. شفت أديك قلت أنت مستخسر. عملت إيه عشان ما تخسرنيش؟ عملت إيه عشان تحافظ عليا؟ ولا حاجة. أنا عملت إيه أصلاً عشان كل ده يحصل؟ أنا آسف. متأخر أوي يا أدهم، متأخر أوي. اتفضلوا يا جماعه. بابا عامل ايه دلوقتي؟ مكتئب من ساعه موضوع ام ياسمين واختها، وطلع يلم هدومه وقال انه هروح يقعد في شقته. طب انا طالع له. وانا كمان هاجي معاك. ايه ده؟ ايه اللي جابكم؟ وحشتني. وحشتك؟ ويوسف كمان وحشته. ايه الشنطه دي؟ اكيد طبعا لامم كل هدومك عشان تروح معانا، صح؟ لا انا مروح بيتي، مشيت المستاجر وهقعد في شقتي. ايه الكلام ده؟ لا انا مش موافقه على الكلام ده خالص. ليه كده يا بابا؟ مش عايز اعمل لكم مشاكل اكتر من كده. ايه يا عم سامي؟ لا انت اول واحد ولا اخر واحد يحصل له صدمه عاطفيه. انت لا تروح تقعد معاهم ولا تروح شقتك، انت تقعد معايا هنا. لا يا ياسر كفايه لحد كده. احنا ما ينفعش نقعد من غيره. براحتكم. لا انا عايز اقعد لوحدي. خلاص انا هلم هدومي واجي اقعد معاك. تدفع الايجار. لا اذا كان كده خليك انت قاعد معايا ومش هاخد منك ايجار. بص بقى الكلام ده كله ما ينفعنيش، انت هتروح معانا يعني هتروح معانا. وبعدين انت انا عامله لك صينيه مكرونه بالبشاميل وحاطه لك فيها بيضتين. بيضتين؟ اه والله بيضتين. ايوه بس احنا ساعه ما اتطردنا كنت عامله جنب الحاجات دي ميكس جريل. انا كنت عامله ميكس جريل؟ ايوه كنت عامله انا شاي. خلاص هعمل لك ميكس جريل. انتوا جوعتوني. خلاص احنا فيها. يلا بينا يا جماعه كلنا نروح نتعشى سوا. يلا بينا. يلا بابا. ما تزعليش مني يا ليكو، ما تزعليش. انا عمري ما ازعل منك ابدا يا بابا، انا بحبك قوي. بتعيط ليه دلوقتي يا حبيبي؟ أنا مش بعيط يا ماما، لو سمحتي سيبيني، أنا عايز أقعد لوحدي. لوحدك؟ أسيبك لوحدك؟ ما أنا سبتك لوحدك سنين وبراحتك. عملت إيه؟ ياسمين ضاعت مني تاني يا ماما. يا حبيبي ياسمين ما كانتش بتاعتك عشان تضيع منك، دي أوهام في دماغك. فوق بقى. لا يا ماما احنا كنا بنحب بعض. يا حبيبي ما تضحكش عليا، عمركم ما كنتوا بتحبوا بعض. عمرها ما قالت لك كلمة ولا وعد، كانت دايما بتعاملك زي أخوها. يا بخت من بكاني وبكى عليا، ولا ضحكني وضحك الناس عليا. يا ماما أنا مش عايز أسمع حاجة. لا لازم تسمع يا زين، الكلام ده محدش هيقوله لك أبدا غير أمك. عارف إيه مشكلتك؟ إنها رفضتك. أيوة أنت ابني وأنا عارفاك. عارف لو كنت اتجوزتها يمكن بعد شوية كنت أنت اللي هتسيبها. أيوة عشان أنت يا زين بتجري ورا الحاجة اللي مش عايزاك، ما بتعرفش توصل لها. لا يا ماما لا، بحبها بجد. يا حبيبي حتى لو بتحبها بجد، حتى لو كانت حب عمرك كله، معقولة هتقضي بقية حياتك كلها مستني واحدة بتحب بيتها وجوزها وعيالها؟ معقولة يا حبيبي احنا السبب
بخراب البيوت. انت ربنا اداك حاجات كتيرة حلوة قوي، قول الحمد لله. ازيك يا أميرة؟ ازيك انت؟ عاملة إيه؟ انا اللي عامله ايه؟ انت بتعمل ايه؟ أكون بعمل إيه؟ أديكي شايفة بلم حاجتي عشان هسيب الشركة. وازاي ما تقوليش؟ رايح فين؟ جالي أوفر في شركة تانية أحسن بكتير. ومن امتى بقى ما بتحكيليش كل حاجه؟ والله الموضوع جه بسرعة كده يا أميرة، ساعة ما كنت سايب البيت وما لحقتش أقول لك. ماشي، والله فرحت لك، الف الف مبروك. هفتقدك. وأنا كمان هفتقدك جدا، وهفتقد الأكل بتاعك والرغي معاكي. يبقى سميني بقى حسن الشركه القديمه. لا حسن شركة إيه؟ أنا خلاص تبت. صراحة يوسف ابني تعب قوي من ساعة ما سبت البيت، واتبهدل وبهدلنا كلنا معاه. بس ظروف الشغل في الشركة الجديدة أحسن بكتير ومواعيدها أحسن. إن شاء الله أعرف أركز معاه. طب خد بالك بقى لا يطلع لك زميله في الشركه الجديده وليكوا تيجي تسود عيشتك، يبقى اقول لهم يقعدوك مع رجاله بس. رجالة ده إيه؟ ودي تبقى شركة؟ دي تبقى عنبر. ربنا يعينك يا رب، هتوحشني. وأنت كمان هتوحشيني. لو لقيت فرصة ليكي في الشغل الجديد هشدك معايا على طول. لا شكرا، انا مبسوطه هنا. على الله بس حسن ما يجيش ياخد مكانك وياكل اكلك. ده ما هيصدق ابن المحظوظة ده، هياكل أكل. ياكل ان شاء الله يطفحه، مش هاكله حاجه. أشوفك على خير يا أميرة، وخلينا على تواصل، ما احنا كده كده أصحاب، هنروح من بعض فين؟ المهم بس انت وصلت قبل ما يمضوا ولا بعد ما مضوا؟ مش ده المهم. هو في اهم من كده؟ طبعا. الطريقه اللي كلمتني بيها ضايقتني جدا، حسستني ان انا وحش قوي. اذا كنت انت نفسك شايف نفسك وحش، وبعدين عشان انت مقصر معاها ده اللي خلاك تجري وراها وتصالحها. لا يا ياسر، انا جريت وراها عشان اصالحها لاني بحبها، ومش متخيل انها ممكن تكون مع راجل غيري. خلاص يبقى لازم تحاول عشان انت الراجل، والراجل هو اللي بيتحمل. وبعدين دي مش واحده انت بتتعرف عليها ولسه هتوقعها في حبك، دي مراتك وام عيالك. عارف يعني ايه مراتك وام عيالك؟ يعني شراكتك وحياتك كلها معاها. عندك حق. مامي تعالي. صباح الخير يا حبيبتي. صباح النور يا روحي. ليه لسه نايمه ولا ايه؟ لا صحيت خلاص اهو. ايه الاخبار؟ عجبتك شقه سيف؟ عادي يعني، بصراحة مش قوي، بس هو قال لي انه ممكن يجيب لي شقة في مكان تاني يكون يعجبني يعني. تمام اوكي. انا بس عايزه اقول لك حاجه يا ريم، لما اتجوزت ابوكي كنت مبسوطه ومتحمسه وطايره من الفرحه زي كده دلوقتي. عشان كده يا حبيبتي مش عايزاكي تستعجلي في قرار الجواز. انا مش جايه انصحك، لان انا عارفه كويس قوي الجيل بتاعكم ما بيحبش النصيحه وبيحب يجرب بنفسه. عشان كده انا موافقه ان انتوا تتخطبوا. موافقه عشان تعيشي التجربه بنفسك وتشوفي وتقرري اذا كنتوا هتكملوا ولا لا. اهم حاجه تعملي اللي يسعدك. بجد يا مامي؟ يعني انتي موافقة؟ موافقه. خلي بقى ابوكي يكلم اهل سيف، وانا شخصيا هكلم مامة سيف. يا احلى سما في الدنيا، انتي احلى ام. شكرا.